المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تقييم أنشطة مؤسسة الأبحاث الزراعية الوطنية. انخفاض الإصابة بالأيدز بأكثر من 60% في الإقليم الأوسط. صحارج مشروع الدحل تسهم في تخفيف مشكلة المياه. معطل 14 جنديا في هجومين لمسددين بمالي. واشنطن وطوكيو تعززان تحالفهما الدفاعي لمواجهة التهديدات المتزايدة. عشرات القتلى والجرحى في الهجوم الانتحاري بكابل وتنظيم الدولة يتبنى. أهلا بكم. أجرت مؤسسة الأبحاث الزراعية الوطنية في حلحلة التابعة لوزارة الزراعة تقييما لأنشطتها يوم 10 من يناير، وقدم في الاجتماع تقريرا عن أنشطة حماية وتحديث الموارد الجينية وأبحاث المياه والتربة والسماد والثروة الغابية وإدارة مساقط المياه وتحسين البذور الاستراتيجية وتحسين أنواع المواشي والهندسة الزراعية. وأوضح مسؤول مؤسسة الأبحاث الزراعية الوطنية السيد صقاي برهاني الاهتمام العام الماضي للحفاظ على أنواع المواشي المستوطنة، خاصة نوعية بركة، وتنمية بذور الخضروات والفواكه الخالية من الأمراض وتوفير البذور المحسنة. وأشار إلى تحقيق نتائج مرضية من أبحاث إنتاج السماد الطبيعي السائل والصلب وتوزيعه للمزارعين، وإطلاق تجارب التعرف على أنواع مختارة من الدجاج وتهجينها، والقيام بأبحاث أنواع العلف الحيواني. وقال وزير الزراعة السيد رفاعين برهي في ختام الاجتماع أن الأبحاث الزراعية باعتبارها تحتاج لقدرات بشرية مؤهلة، فأن تطوير القدرات البشرية في مؤسسة الأبحاث الزراعية الوطنية يمنح الاهتمام الكبير. ودعا للاهتمام في تقوية وحماية وتجديد الموارد الجينية وأبحاث السماد، خاصة وتصنيع السماد من النفايات المنزلية وتطويره، وإدخال أنواع البطاطا الحلوة المختارة، والتعرف على المواشي الجيدة ورفع الإنتاج. أعلن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط في التقييم الذي أجراه يومي 10 و11 من يناير، أعلن بأن الإصابة بمرض الأيدز انخفضت في السنوات الخمسة الماضية بحوالي 64%. وأوضح التقرير المقدم بأن الإصابة بمرض الأيدز التي كانت عام 2017 حوالي 1.1% انخفضت عام 2022 إلى 0.4%. وذكر مدير مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط الدكتور ملقيت حيلي نجاح التطعيم ضد سرطان عنق الرحم في الإقليم بنسبة 98%، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجريت أظهرت ارتفاع الإصابة بضغط الدم بنسبة 18% والسكري بنسبة 43%. وأشار التقرير بالأرقام الإصابة بالملاريا نتيجة فحوصات الحميات، وموضحا بعدم وجود وفيات عام 2022 أثناء الولادة في المؤسسات الصحية في الإقليم. من ناحية أخرى، ذكر الاجتماع إصدار لوائح لمنع التدخين في المرافق الخدمية جميعا بالتعاون مع وزارة السياحة ومكتب القانون والنظام بموجب المرسوم الرقم 143 لعام 2004، وتوزيعها لجميع المرافق الخدمية للتطبيق. وأشادت وزيرة الصحة أمينة نور حسين بالأنشطة المنفذة في الإقليم الأوسط العام الماضي، مناشدة العمل المضاعف هذه السنة. من جانبه أوضح حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي حيلي أن جهود إصحاح البيئة في الريف تحقق نتائج مرضية، داعيا العمل به بقوة في مدينة أسمرة. توجد في الإقليم الأوسط 26 عيادة و6 مراكز صحية و3 مستشفيات عمومية ومستشفى مرجعي إقليمي واحد.
تسهم الصهاريج التي ركبت في الإقليم الأوسط بمشروع الدهلو عام 2018 في تحقيق مشكلة مياه مدينة أسمرة. وأوضح مسؤول مكتب مياه شرب في قسم المياه المهندس أبي الكفلاي أن المكتب يعمل لمد أنابيب المياه الجديدة وتبديل الأنابيب القديمة والمسدودة، ومتابعة السدود ومراكز تنقية المياه، وصيانة محركات وطلمبات الضخ في مراكز تقنية تنقية المياه، وإصلاح طرق المشاة المحفورة. وأشار إلى إدخال طلمبات الضخ في مراكز تنقية المياه في سدي مي نفح وطوكر ومضخة سنبل، وتركيب معدات جديدة في مراكز تنقية مياه سدود مي نفح وتوكر بتكلفة 9 مليون ناوفا. وأشار إلى القيام بإرساء 356 خط مياه جديد، وفتح انسداد 128 خطا، وصيانة خطوط المياه الكبيرة والصغيرة القديمة، وإصلاح طرق المشاة التي حفرت لصيانة خطوط المياه. وذكر اتخاذ خطوات حل طلمبات عدادات المياه منذ الربع الثالث من عام 2022 في مناطق وجود خطوط المياه. ويوضح قسم المياه في الإقليم الأوسط حصول 90% من مناطق أسمر على المياه عبر الأنابيب، و10% بشاحنات صهاريج المياه. عقدت وزارة التعليم اجتماعا في مدينة غرداد لتقييم الجهود المبذولة لمعرفة نتائج الطلاب وكفاءة التعليم. وأوضح مسؤول وحدة الزمالة الأستاذ توكو أكيداني في التقرير الذي قدمه في الاجتماع الذي نظمه قسم التعليم العام نشر استبيان معيار الكفاءة في لغات الأم والرياضيات واللغة الإنجليزية في جميع المدارس لمعرفة كفاءة العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية. وقد تم التعرف من خلال الدراسات التي جرت من عام 2018 بأن 70% من الطلاب في وضع جيد. وذكرت مسؤولة زمالة الامتحانات الوطنية في وزارة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الدراسة هدفت تفتيش العملية التعليمية عامة ونوعية التعليم المقدمة في المرحلة الابتدائية لخلق الأرضية لحصول الطلاب على وسائل تعليمية تتماشى مع أعمارهم. وقال المدير العام لقسم التعليم العام السيد موسى نايب أن الدراسات التي أجريت ومعيار الكفاءة المقدم لها دور كبير لمعرفة على نواقص المدارس والطلاب واستكشاف جوانب القوة والضعف لدى الطلاب، داعيا المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع عامة للمساهمة في وجود تقوية وتطوير العمليات التعليمية. عقد المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الأوسط السيدة قلاتي سيمينارا تنويريا لعمال إدارة الإقليم يوم 12 من يناير، وقدم توضيحا بشأن الأعمال المنفذة العام الماضي داعيا لحل القصور والعمل المضاعف هذه السنة. وشدد على أهمية المشاركة الفاعلة لجميع عمال إدارات الإقليم الأوسط لإنجاز جيد للأعمال وتسيير أعمال ترضي متلقي الخدمات. وناشد عمال إدارة الإقليم تحمل المسؤولية الكاملة في مكان عملهم والعمل الجاد تقوية مصادر دخل الإقليم والتحصيل الضريبي واتخاذ مبادرات في أنشطة التشجير والحصاد وجمع المحصول والنظافة. نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قال الجيش في مالي أن 14 من جنوده قتلوا وأصيب 11 في هجومين منفصلين في وسط البلاد بعد أن اصطدمت مركباتهم بعبوات ناسفة. ووقع الحادثان في منطقتين بوسط مالي حيث يهاجم متشددون لهم صلات بتنظيمي القاعدة وداعش المدنيين والجنود وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات دولية أخرى. وقال الجيش المالي في بيان إن نشر تعزيات ردا على الهجمات الأخيرة أدى إلى مقتل 31 متشددا بحسب رويترز. وتشهد مالي أعمال عنف ينفذها متشددون منذ عام 2012، وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا على الرغم من العمليات العسكرية الدولية.
في ختام اجتماع وزاري عقد في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة واليابان عزمهما على تعزيز تحالفهما الدفاعي ليشمل التصدي لأي هجوم عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضم تزايد التهديدات الصينية والكورية الشمالية وارتفاع حدة التوترات بشأن تايوان. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين، قال: نحن متفقون على أن الصين تشكل أكبر تحد استراتيجي للبلدين. وخلال اجتماعهم في واشنطن، رحب الوزراء الأربعة بهذا التحالف المطور في مواجهة حقبة جديدة من المنافسة الاستراتيجية مع الصين، على حد تعبير وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي. وفي ديسمبر الماضي أقرت اليابان مراجعة جذرية لعقيدتها الدفاعية، وزادت بشكل كبير من إنفاقها العسكري لمواجهة ما تعتبره تهديدات من جانب كل من الصين وكوريا الشمالية. قتل 21 شخصا وأصيب 14 آخرون في تفجير انتحاري عند مدخل وزارة الخارجية الأفغانية وسط العاصمة كابل، بحسب مصدر أمني. وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في ساعة الذروة. وأعلنت وزارة الخارجية معطل عدد من موظفيها في التفجير، وقالت إن من وصفتهم بالأعداء لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم عبر أعمالهم الشريرة. ووقع الانفجار في منطقة شديدة التحصين تحيط بها نقاط تفتيش في شارع يضم عدة وزارات. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم عبر وكالته الدعائية أعماق. وتواجه الحكومة التي تديرها طالبان تمردا يشنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الذين استهدفوا الأجانب في مواقع معينة مثل السفارتين الروسية والباكستانية وفندق يرتاده رجال أعمال صينيون. في الخبر الأخير، تسبب عطل بأنظمة الحاسوب في تأخر رحلات الطيران بجميع أنحاء الولايات المتحدة، قبل أن تعلن إدارة الطيران الفدرالية استئناف الحركة تدريجيا ورفع الحظر عن إقلاع الطائرات، مشيرة إلى عدم وجود دليل على وقوع هجوم. وأعلنت إدارة الطيران الأمريكية أنه لا دليل حتى الآن على وقوع هجوم سيبراني استهدف تعطيل الملاحة الجوية، وأن التحقيقات الأولية تظهر تلف أحد ملفات بيانات الإشعار الجوي. وقالت إدارة الطيران في بيان إن حركة الطيران الطبيعية بدأت تعود تدريجيا في أنحاء البلاد، وأن العمل لا يزال جاريا للوقوف على سبب هذه المشكلة. وكانت الإدارة قد طلبت من شركات الطيران داخل البلاد وقف إقلاع كل الرحلات شرق الولايات المتحدة ريثما تتمكن من إصلاح العطل. وصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية المشكلة بأنه يمكن للطائرات الهبوط بأمان، لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب هذا العطل. ختام النشر، هذا تذكير بأبرز العناوين. تقييم أنشطة مؤسسة الأبحاث الزراعية الوطنية. انخفاض الإصابة بالأيدز بأكثر من 60% في الإقليم الأوسط. صهاريج مشروع التحلل تسهم في تخفيف مشكلة المياه. معطل 14 جنديا في هجومين للمتشددين بمالي. واشنطن وطوكيو تعززان تحالفهما الدفاعي لمواجهة التهديدات المتزايدة. وعشرات القتلى والجرحى في الهجوم الانتحاري بكابول، وتنظيم الدولة يتبنى. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. متابعة ممتعة أتمنى لكم لباقي فقرات برنامج تلفزيون الرياض.